مساء الفل، ازيكم يا احلى متابعين؟ ازيكم يا احلى بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم خبيرة التجميل للعناية بالبشرة والشعر ملك. النهاردة هقدم لكم وصفة بديل الكرياتين. كتير جدا جدا بيسألني يعني عايزين وصفة، خصوصا اللي فرحهم على العيد. ودايما طبعا على العيد كتير جدا بنلاقي بقى اللي بيبدأوا مثلا يستخدموا كريمات فرد لو في مناسبة، او بتستخدمي البيبي ليس او السشوار. طبعا كل الحاجات دي بتأثر على الشعر بصورة سلبية. لو احنا استخدمنا الوصفة دي استمرينا عليها، لو انت شعرك مجعد جدا جدا، او شعرك خشن قوي، شعرك هايش، شعر كمان بيتساقط، او شعرك فيه قشرة، كل الحاجات دي بتلاقيها اختفت تماما. كمان بتلاقي النتيجة سريعة قوي. الوصفة اللي احنا هنستخدمها النهاردة يمكن انا اتكلمت عنها قبل كده، لكن النهاردة انا هضيف لها مكون اول مرة نستخدمه. المكون ده هيخلي النتيجة بنسبة 100%. هستخدم بذور الكتان، وهنستخدم معاه البامية. كلنا عارفين البامية ده شكلها، انا مش عارفة اسمها خارج مصر ايه، ولكن الشكل هيخليكم تعرفوا يعني ايه اللي انت هتشتروه. بذور الكتان على فكرة من الحاجات اللي بتكون مفيدة جدا جدا. يعني الناس اللي شعرهم مش مجعد، يعني انت شعرك ناعم مش بيتساقط مش فيه اي مشكلة، ولكن انت عايزة تستفيدي من الوصفة علشان تاخدي فوائد بذور الكتان بس، فوائد دي استخدميها هتديكي فعلا نتيجة حلوة قوي. لانها من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية بصورة كويسة. بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين اي، وده بيخلي ان فروة الشعر تستفاد بصورة حلوة جدا جدا من كل الغذاء اللي بيوصل للشعر. بتلاقي تغذية الشعر بتكون من الجذور للأطراف. بيحفز كمان البصيلات على النمو بسرعة جدا، طبعا ده بيدي للشعر طول وكثافة. بتعمل على ترطيب فروة الشعر، ولما بيكون يعني الشعر رطب بيحمي شعرنا ان هو يتكسر. فوائد كتير جدا جدا لبذور الكتان، انا بس اختصرتها علشان مش اطول عليكم. كمان الوصفة مش بتاخد منك وقت ولا مجهود كتير قوي، انا حريصة على ده تحديدا في شهر رمضان، وفي نفس الوقت برضو تبقى مش غالية، تبقى حاجة يعني في متناول الجميع. الوصفة دي على فكرة ممكن يستعملوها الرجال كتير جدا، يعني بيجيني أسئلة يعني وصفة للرجال ممكن نستعملها أو لأ، فممكن يستعملوها. ممكن كمان الرجال يستخدموها بديل للجل، لأنها فعلا بتدي نتيجة حلوة قوي. على فكرة يعني الصلع انتشر كتير جدا، وتحديدا يعني مع الرجال، وده سبب من الأسباب انهم بيستخدموا الجل بصورة يومية. كمان لو حد بيبقى فروة شعره حساسة، بتعمل له التهاب مع الاستمرارية على استخدامها، كتير جدا بتبقى سبب مباشر للقشرة الشعر. وزي ما قلت قبل كده، العدو الأول لشعرك هو القشرة، لأن ده بيعمل زي طبقة عازلة، ولا شعرك بيستفاد من الماسك اللي احنا بنعمله، ولا بيستفاد من الغذاء اللي انتي بتتناوليه. فناخد بالنا اهم حاجة قبل ما نستخدم اي وصفة، قبل اي حاجة، ان انتي يعني شعرك تخلصي شعرك من القشرة تماما. هسيب اللينك عشان مش كل مرة اقول في صندوق الوصف للي بيعانوا من القشرة وعايزين يتخلصوا منها من اول استخدام. كل اللي احنا هنعمله، هناخد بالظبط 3 معالق كبار من بذور الكتان او ذريعة الكتان، وباخد من 7 ل10 حبات من البامية. بقطع البامية ترانشات، وبتبدأي بتضيفي عليهم 2 كوب كبيرة من الماء، يعني كوبايتين كبار من الماء، وبعدين بنرفعهم على النار، وبتبدأي تقلبي من وقت للتاني. مش هحدد فترة معينة، ولكن انت بتقلبي، بتستمري في التقليب على طول لغاية ما بتوصلي لقوام بيبقى زي الجل بالظبط. كلنا عارفين الجل بيبقى قوامه ايه. اول ما بتوصلي للقوام ده خلاص بتطفي النار، وبعدين بتعينيها من على النار، وبنسيبها يعني لمدة 10 دقايق لربع ساعة. وبتجيبي يعني شاشة او اي قماشة عندك،
وبتبدأي بتحطيها في مصفى، وبتبدأي او بلاش مصفى، بتبدأي تحطيها في القماشة دي، وبعدين بتلميها من فوق وبتبدأي تعصري جامد جدا جدا. او في ناس بيستخدموا الجوارب اللي بتكون خفيفة، بتكون بتحطيه فيها وبتبدأي تضغطي عليها لغاية ما يعني بتحصلي على الجل ده. طبعا بيكون مصفى تماما، مش فيه اي حاجة من بذور الكتان او البامية. وبعدين بتاخديه وبنستخدمه للشعر. طريقة استخدامه سهلة وبسيطة جدا. طبعا لازم بتكوني غاسلة شعرك قبلها. الناس اللي شعرها مجعد قوي، اللي شعرها خشن جدا جدا، هتمسكي خصلة خصلة وهتبدأي تحطي عليها الجل ده. وبعدين بعد ما هتخلصي شعرك كله هتبدأي تلميه، بس عايزاه يكون مفرود، يعني يكون الشعر مفرود علشان الوضع ده يعني بيثبت عليه على طول. هتفردي، هتلفي شعرك لفة كويسة، وبعدين هناخد بني بلاستيك بتبدأي تحطيه على شعرك، و يعني بتسيبيها لمدة من نص ساعة لساعة. لكن بعد ما بتحطي البني ده على الشعر بتجيبي فوطة قطنية بتحطيها في ماء بيكون ساخن، وبعدين بتحطيها على شعرك. لما بتبرد بتبدأي تعملي غيرها 3 مرات بس كده، وبعدين بتسيبيه على شعرك نص ساعة كمان، يعني ساعة كاملة. وبعد كده بتبدأي تغسلي شعرك. طبعا غسيل الشعر المتكرر بيبقى سبب في تساقط الشعر. رجاء بلاش نستخدم الشامبو، والله بتبقى اضراره اكتر من ان انت بتستفادي منه. استخدموا اي صابونة بزيت الزيتون. عن تجربة شخصية الصابونة دي هايلة ورائعة جدا. الوصفة مش بيكون ليها اي ريحة مزعجة ممكن تضايقك، فممكن لو شطفتي شعرك هيبقى كويس جدا بماء لغاية ما تتخلصي نهائي طبعا من الجل. ممكن بس تستخدمي الصابونة دي، او لو انت مثلا بتفضلي ان انت تستخدمي شامبو معين ممكن تستخدميه مرتين في الاسبوع، هيكون كافي قوي. الرجال لو هم عايزين يستخدموا الوصفة دي، وزي ما قلت ان انت بتستخدمها بديل للجل، طبعا مش هنضيف البامية لان ممكن تستخدمها كبديل للجل وهيبقى الشعر مفرود، فمش هنضيف عليها البامية. لكن لو هتستخدم الوصفة دي علشان الشعر مجعد يبقى هنضيف عليها البامية. دي من الحاجات اللي بتدي نتيجة اسرع واحسن واقوى كمان، ودي بتعتبر سر من الاسرار اللي النتائج فعلا بتبقى حلوة قوي بيها. هتعملي الوصفة دي قد ايه؟ الناس اللي عايزة تعمل الوصفة دي علشان تستفاد من فوائد البامية وفوائد بذور الكتان، اعمليها مرة واحدة في الاسبوع. لكن لو انت بتعاني ان شعرك مجعد قوي وخشن، اعمليها مرة كل يوم. ممكن على فكرة تعملي كمية وبعدين بتحتفظي فيها في اي مثلا برطمان زجاجي عندك، ومش يعني مش عايزة المكون ده ان انت تعرضيه لأي حرارة او لحرارة الشمس. دايما بحطه في مكان بيكون جاف وبارد، وممكن تستخدميه لمدة 3 ايام علشان توفري ان انت كل مرة تعملي كده. لو انت شعرك يعني عايزه بس يعني ان هو تخليه احسن او يكون اكتر ناعم، لو هو شعرك مفروض وانت عايزه تخليه ناعم قوي، كفايه قوي ان انت تستخدميه مرتين في الاسبوع. الوصفه دي من الحاجات فعلا اللي مجربه ونتائجها حلوه. طبعا مش هتاخد مننا مجهود ولا وقت، فرجاء ان انتوا تجربوها. وعايزه اقول برضو حاجه اخيره، ان البامية من الحاجات اللي يعني بتعمل على ترطيب الشعر بصورة حلوة جدا جدا، بتدي التنعيم للشعر بطريقة هايلة، لمعان باستمرار، يعني بالاستدامة عليها بتلاقي شعرك بيطول بصورة حلوة قوي. المفاجأة ان يعني في شامبوهات بتبقى غالية جدا جدا، البامية مكون اساسي فيها. وان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم بلسم من البامية، هتلاقي نتيجة لشعرك تحفة ان شاء الله باذن الله. عايزين على قد ما نقدر بقدر الامكان ان احنا نبعد يعني عن اي حاجة بتكون فيها كيميكالز. فان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هعمل لكم بلسم من البامية هتستخدميه افضل من اي بلسم ممكن تتخيليه. وطبعا البامية ممكن لو هي مش متوفرة دلوقتي عادي جدا ممكن نستخدم البامية المجمدة، هتجيبيها من
احنا يعني من اي سوبر ماركت هتبقى متوفرة في مصر او خارج مصر. بس ان شاء الله انا متأكدة ان بعد الوصفة دي والله مش هتحتاجوا بلسم ولا هتحتاجوا ان انتوا تستعملوا بروتين او كرياتين للشعر. الوصفة دي من الحاجات اللي ممكن حتى اي عروسة تستخدمها، نتائجها فعلا حلوة قوي. نزلتها بدري شوية قبل رمضان علشان يبقى في فترة ان انت تقدري تستخدميها في الاسبوعين دول. كل سنة وانتم طيبين وكل ايامكم اعياد يا رب. ميرسي ليكم يا احلى بنات. ميرسي يا احلى متابعين. طبعا مش ننسى نعمل شير، نعمل لايك، سبسكرايب للقناة للبنوتات اللي بتسمعني لأول مرة. باي باي. احنا يعني من اي سوبر ماركت هتبقى متوفرة في مصر او خارج مصر. بس ان شاء الله انا متأكدة ان بعد الوصفة دي والله مش هتحتاجوا بلسم ولا هتحتاجوا ان انتوا تستعملوا بروتين او كرياتين للشعر. الوصفة دي من الحاجات اللي ممكن حتى اي عروسة تستخدمها، نتائجها فعلا حلوة قوي. نزلتها بدري شوية قبل رمضان علشان يبقى في فترة ان انت تقدري تستخدميها في الاسبوعين دول. كل سنة وانتم طيبين وكل ايامكم اعياد يا رب. ميرسي ليكم يا احلى بنات. ميرسي يا احلى متابعين. طبعا مش ننسى نعمل شير، نعمل لايك، سبسكرايب للقناة للبنوتات اللي بتسمعني لأول مرة. باي باي.